سابقا في حديقة الديناصورات نظرية الفوضى. بروكلين إنها حية. يبدو أننا سنسافر إلى مالطا. اذهبوا، نحن سنعود للمنزل. بامبي إنها هنا. يا دوبين. لم ينتهي الأمر. أستأتون؟ إنها جميلة. والدتك يا سموذي. بعد هزيمتهم لسانتوس وتسليمها للسلطات، اتوجه الفريق لشركة بايوسن لإيقاف الأعمال الغير شرعية اللي بيمارسها لويس. أثناء تحليقهم فوق وادي بايوسن بالهليكوبتر، بينجوا بأعجوبة من الاصطدام بديناصور كويتسل كواتلس. متصلة ببايوسن. طيارة الهليكوبتر بتفعل الأوتو بايلوت وبتجبرهم يهبطوا في المقر الرئيسي تبع بايوسن، وهناك بالصدفة بيلتقوا إرنست القائد السابق لحركة تحرير الديناصورات واللي هسا بيشتغل مع بايوسن. بروكلين تقنع إرنست يساعدهم وبتناديه بالعبقري، بس داريوس بيبلش يغير من صداقتهم وبيغتاظ إنه بروكلين تمكنت تلعب عليه وتستغله بهالسهولة. كينجي وسامي وسموذي بيدخلوا على الوادي بسيارة جيا وبيوصلوا لباب الدخول. بسرعة بيشوفوا لويس اللي بيطلع التيركس ريكسي عشان يدمجها بنظام الوادي البيئي. كينجي بيروح يواجه لويس على أساس إنه عنده صفقة شغل عشان يشتري بامبي، بس لويس بيرفض. كينجي بعدين بيحاول يبتزه وبيهدده إنه رح يروح على السلطات ويحكي لهم عن الأتراسي رابتر اللي مدرب والبايرو رابتر اللي هرب. فجأة بيوصل جيجا نوتوسوريس وبيسيطر على ركسي بسهولة، فبتضطر إنها تنسحب وتروح. ساعتها لويس تحت الضغط بيوافق على عرض كينجي وبينزل هو وكينجي وسامي على المنشآت اللي تحت الأرض. إرنست بدخل مجموعة بروكلين على المقر الرئيسي، بس ما بيعرف ينزلهم على الطوابق السفلية، فبروكلين بتمثل إنها بتتوجع من إيدها عشان تتخلص من إرنست، وبتسرق سوار RFID تبعه عشان تقدر تستخدم الأسانسير. بيفترقوا لمجموعتين للبحث. بروكلين وياز بيكتشفوا أتروسيرابتور محبوس بقفص، بس بيضطروا يتخبوا من عالمين من بايوسن، وبيسمعوا بالصدفة إنه دكتور هنري وو هو المسؤول تبعهم. بعدين العلماء بينقلوه للطابق العاشر تحت الأرض. داريوس بفضفض لبن عن شكوكه إنه بروكلين أنانية وبتستغل الناس عشان مصلحتها. باللحظة هاي بيجتمعوا وبتحس بروكلين إنه داريوس بيشتكي منها. بعديها بيوصلوا لمنشأة تدريب محور الثيروبود واللي هي عبارة عن متاهة. بيوصل العلماء والمجموعة بيحاولوا يتخبوا وبيدخلوا غرفة طلع منها ديناصورين رابتر، وفي الداخل بيتفاجئوا بمجموعة رابتر بتحاصرهم، لكن بروكلين بتأكد لهم حسب خبرتها من التعامل مع ديناصورات سانتوس إنها ما رح تهاجمهم لأنه ما حدا أمر الديناصورات. العلماء بيستخدموا ليزر عشان يتحكموا بالرابترز ويخلوهم يمشوا بمتاهة لاصطياد فريسة. حسناً. بس الديناصورات تطلع أذكى من المتوقع. الديناصورات بتفلت من السيطرة وبتتعاون مع بعض عشان يقتلوا العلماء. وهذا الإشي بيسمح للمجموعة إنها تهرب. علينا أن نجد الدكتور وو. أنا موافق على خطتك، هذا لا يعني أنني أحبك. اتفقنا؟ لست مضطرا لذلك، سأعثر على وو. لويس بياخد كانجي وسامي على الهايبر لوب اللي هو مترو أنفاق. بعد ما لويس بيروح، كانجي وسامي بيركبوا الهايبر لوب، وهناك سامي بتحكي له إنها ما توصلت مع أهلها من يوم ما وافقوا يشتغلوا مع بايوسن. بعد شوي بيوصلوا للمكان اللي رايحين له وبيبلشوا يدوروا على بامبي، بس بيكتشفوا إنه لويس ضحك عليهم وبعثهم لمنطقة بالوادي مليانة بديناصورات ديلوفوسورس. صاروا يركضوا من الديلوفوسورس ونجوا بأعجوبة. سامي بتحاول تستخدم التابلت تاعها عشان تعثر على مكان بامبي، بس بتكتشف إنه انكسر وهم بيهربوا. بتثبي الأمر عن كينجي وبيكملوا مشي، لكنهم بسرعة ضاعوا بالغابة. لكنها بتضطر تحكي له لما الديلوفوسورات بترجع تحاصرهم. كينجي استمات عشان يحمي سموذي، بس المفاجأة إنه سموذي الصغير دافع عن حاله وضرب واحد من الديناصورات وهرب.
بروكلين بتعصب على أصحابها لما بينتقدوا اللي عملته، وبعدين بيشتغل الإنذار، وشافوا العلماء بيركضوا مرعوبين، وشافوا لويس جاي ناحيتهم، خبوا، ولويس فكرهم موظفين جداد متدربين. بسرعة بيعثروا على الدكتور وو مع العلماء، بيبحثوا على 2 من الأصول اللي هربوا، عملوا دوشة عشان يبعدوا العلماء عنه، وبروكلين راحت لعنده معصبة، بس انصدمت إنه الدكتور وو نفسه طلب مساعدتها، وبيحكي إنه حابب يصلح غلطته، وبيكشف إنه لويس لعب بأبحاثه الأصلية وحولها لمشروع تسليح ديناصورات، وهو بيمسح كل البيانات من السيرفرات الرئيسية. بطلب من المجموعة إنهم يمسحوا البيانات من السيرفرات الاحتياطية تبعت بايوسن اللي موجودة بمحطة أبحاث على الطرف الثاني من الوادي، وبيعطيهم مفتاح سيارته. بيطلعوا بسيارة وو، وبالصدفة بيعثروا على كينجي وسامي وأنقذوهم من الديلوفوسورات. بعد ما التم شمل فكرة نوبلار الستة كلهم أخيراً بيعرفوا بروكلين على سموذي، وبيحكوا لبعض عن خططهم إنهم يعثروا على بامبي ويمسحوا بيانات بايوسن، وهم طالعين الجيجانوتوسورس ببلش يلحقوا. مجموعة نوبلر الستة بيوصلوا على محطة أبحاث. هناك بروكلين بتعتذر لداريوس، وكينجي بلمح طيارة بتهبط بالوادي. بفتشوا بالمحطة بس ما بيعثروا على إشي، وبعدين بيكتشفوا إنه في كذا محطة حواليهم. فجأة ريكسي هاجم قطيع صغير من الباكيرينوسورس، فالمجموعة بيضطروا يهربوا، بس سيارتهم بتخرب على الطريق عشان العجل بنشر. بروكلين وكينجي بيشتغلوا سوا ليبدلوا العجل، وبيصير بينهم حكي من القلب عن علاقتهم زمان وكيف تغيروا من وقتها، وبالأخير بيتفقوا يضلوا مفترقين مع إنهم لسه بيحبوا بعض. باقي المجموعة بيخلصوا تفتيش، بس الجيجانوتوسورس بيهجم عليهم وبيطاردهم بالغابة لحد ما بيلتقوا بريكسي الديناصورين. بيرجعوا يتقاتلوا مرة ثانية، وهذا بيعطي المجموعة فرصة يركبوا السيارة ويكملوا على المحطة اللي بعدها. هناك بيلاقوا سيرفرات النسخة الاحتياطية تبعت بايوسن، وبلشوا يفتشوا فيها عن معلومات. بيكتشفوا تسجيلات أبحاث كثيرة بتبين كيف بايوسن كانوا يعاملوا الديناصورات بطريقة قاسية، فبيمسحوا كل البيانات وبعدين بيدمروا السيرفرات. وهم جاهزين يطلعوا، بيطلع عليهم الكويدز الكواتلوس وبيجبرهم يتخبوا جوا الأوتبوست. سامي بتدور على مكان بامبي، وبتكتشف إنها موجودة بعيادة. داريوس بيلهي الطائر عشان أصحابه يتمكنوا من الهرب. بس وهم طالعين بالسيارة، الكويدز الكواتلوس برفع السيارة وبرميها على شجرة. وهم معلقين بالهوا، كينجي بضل هادي وبساعدهم يطلعوا على ظهر السيارة. سامي بتتوتر لأنها بتخاف من الارتفاعات وكانت رح تسقط وتموت، بس بسرعة بسحبوها وبينقذوها. بعد ما الكل يوصل على الأرض، سامي بتلوم بروكلين على اللي صار معهم ولسه مش قادر تثق فيها. بعدين السيارة بتطيح من الشجرة وبتشغل الألارم تبعها، وبتصير تجيب ديناصورات من كل مكان باتجاه مكان المجموعة عشان تنقذ صحباتها. بروكلين بتصير تصرخ على الديناصورات عشان تلهيهم، وبين بلحظة أخيرة بيسحبها وبينقذها قبل ما تنسحق. بروكلين بتنهار وبتبلش تبكي لأنها كانت مفكرة إنه تضحي بحالها هو الطريقة الوحيدة اللي تصلح فيها غلطاتها مع الكل. بس فجأة بيصطدم فيها ستيغوسورس وبيطير بن على الأرض. الكل بيركض عشان يساعدوا بن، وبيكتشفوا إنه شوكة الستيغوسورس غازة ببطنه، بس بتركوها محلها عشان تمنع النزيف. داريوس وكانجي بيسندوا بن وبيمشوه شوي شوي وهم طالعين باتجاه العيادة مع غروب الشمس. فجأة سرب جراد عملاق مولع بالنار بيبلش ينتشر بالغابة وبيولع كل إشي بطريقه. المجموعة بيحاولوا يسبقوا النيران مع إنه حالة بن تعبانة، بس هم هاربين بينصدموا بتيريزينوسورس أعمى بيبلش يطاردهم. اتمكنوا يوصلوا على العيادة قبل ما الديناصور يمسكهم وبيسكروا الباب على حالهم من جوا. حالة بن بتسوء، بس هو مصر إنهم يدوروا على بامبي قبل ما يساعدوه. بروكلين وسامي بيتصالحوا وبيبلشوا يدوروا على بامبي، وداريوس وكينجي بيدوروا على معدات طبية. ياس بتظل جنبين بتهون عليه وبتشكره إنه رجع فتية نوبلار الستة يجتمعوا مع بعض.
بترجع المجموعة بسرعة عند بن ومعاهم بامبي وكمية محدودة من الأدوية والمعدات. بعدين بيعرفوا بامبي على سموذي لأول مرة وبيرتبطوا ببعض بسرعة. مزاج بن بتحسن لما بيشوف بامبي أخيراً بتتعرف على ابنها، بس فجأة الكل بينجز لما يشتغل إنذار العيادة بشكل مفاجئ. يطلع صوت إنذار من السماعات بالمستشفى بحكي إنه بلشوا بإجراء اسمه الرعي عن بعد عشان يوجهوا كتير من الديناصورات بالوادي لمكان آمن. بن بعالجوه بس لسه الوجع قوي عليه ومش قادر يتحرك لحاله. ياز وسامي بيعرضوا يساعدوا وياخدوا بامبي وسموذي لمكان آمن، وكينجي بيظل مع بن. بروكلين وداريوس بيبلشوا يدوروا على أي وسيلة نقل، وبروكلين بتلوم حالها على اللي صار مع بن، بس داريوس بيشجعها وما بيخليها تيأس. بوصلوا على المقر الرئيسي وبيلقوا إرنست هناك كان محصور لأنه بروك كانت سارقة الإسوارة تبعته. إرنست بيحط خطة عشان يخلي الكل يطلعوا على المطار باستخدام الهايبر لوب، وبروكلين تعتذر منه عشان لعبت عليه قبل ما يطلع هو واثنين من موظفين بايوسن. داريوس بيتصل على بن وبحكي له عن الخطة، بس فجأة بدخلوا مجموعة ديلوفوساوروس على المستشفى، فبن وكينجي بيهربوا على الأسانسير. كينجي بيمسك الديناصورات وبيحاول يوقفهم وبيبعت بن لحاله بالأسانسير على محطة الهايبر لوب اللي تحت المستشفى. بن بيرفض يترك كينجي، بس كينجي بلحقه وبيلحق يركب الهايبر لوب آخر لحظة، وفجأة بتنقطع الكهرباء عن كل الوادي والهايبر لوب واقف. وصلت ديناصور الديالوفوسورس لعند بن وكينجي، بس بروكلين رجعت شغلت الكهرباء عشان يقدروا يتحركوا، مع انه هالحركة خلت الهايبر لوب يرجع رجوع على المقر الرئيسي. وقتها داريوس تشجع واعترف لبروكلين بمشاعره، وكمان طلع عندها نفس الشعور وبادلته. ياز وسامي سحبوا بامبي وسموذي وفوتوهم على منطقة حجز آمنة، وبلشوا يدبروا حالهم ويمشوا بين عشرات الديناصورات اللي كانت تهرب. وبعد ما سموذي كان رح ينفعص من الديناصورات الكبيرة، فجأة إجا انكيلوسور ثاني وأنقذه، وطلع بالأخير إنه أبوه لسموذي. ودعوا بامبي وعائلتها وطلعوا من المنطقة بمساعدة بروكلين. بن بلش يهلوش لأنه وضعه صار مأساوي على الآخر، فقام هو وكينجي نزلوا من الهايبر لوب عشان يكملوا باقي الطريق كعابي مشي. داريوس كان يتفرج على الكاميرات وشاف دورتسون بيفوت على الهايبر لوب قبل ما يهجم عليه قطيع الديناصورات اللي كان يطارد بن وكينجي ويخلص عليه. شلة نوبلار الستة رجعوا لتمشملهم أخيراً وحاولوا يهربوا بنفس الهليكوبتر اللي وصلوا فيها، بس يا حسرة شافوها طارت وتركتهم وراها. ومع انقطاع الأمل بالهريبة، بن بطل قادر يتنفس وسحل على الأرض مغيب. الستة قدروا يوصلوا بن لمكان يتخبوا فيه، بس وضعه كان سيء، بيغيب عن الوعي وبرجع بيصحى وقاعد بخربط بالحكي مش بوعيه. بس جاب سيرة جيا. كينجي تذكر إنه سيارتها اللي استخدمها هو وسامي عشان يفوتوا الوادي لازم تكون لساتها صافة عند البوابة الرئيسية. ركضوا بروكلين وكينجي بسرعة يجيبوا السيارة، بس للأسف في مجموعة ديناصورات أتروسيرابتور شمت ريحة دم بين الطازة وهجموا عليهم. داريوس صار يدافع ويصد الرابتورز لحد ما الكل ركبوا بالسيارة وانطلقوا باتجاه المطار، بس الديناصورات ضلت تلحقهم ولزقت وراهم. وبينما حالة بن عم تتدهور وتسوء، غرزت السيارة ببركة طين وحاوطتهم الرابتورز من كل جهة، وفجأة طلعت لهم ريكسي. وباك وجونيور التيركس واشتبكوا مع الرابتورز، وهذه الاشي عطى الستة فرصة يهربوا ويوصلوا المطار بالوقت اللي كانت آخر طيارة هليكوبتر بتجهز حالها للإقلاع. نقلوا بن وكينجي بالطيارة على المستشفى، بينما الباقين ضلوا ورا عشان يساعدوا موظفين بيوسيني بعلاج الديناصورات اللي تصاوبت بالوادي. بعد فترة من الزمن جابت جيا صاحبنا بن عشان يكمل علاجه ونقوته بكوخ داريوس بكاليفورنيا، المكان اللي صار عايش فيه كينجي. داريوس كان مشغول بمساعدة الديناصورات بوادي بايوسن، وياز وسامي صاروا يشتغلوا مع الدكتور وو وعاملين مجموعة دعم للمزارعين اللي تضرروا من الجراد العملاق. وبنفس الوقت سامي وبروكلين بلشوا يرجعوا يتواصلوا مع أهاليهم ويصلحوا الأمور بينهم. ولهنا وبخلص الموسم الرابع والأخير. فلو عجبك الفيديو ما تنسى تحط لايك وتشترك في القناة. سلام.